السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل طواجن الرز بلبن في الفرن. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقولك على الأساسيات المهمة اللي بتدي الشكل معاكي واللون الذهبي والمختلف والريحة الحلوة اللي بتشميها في المحلات لريحة الرز بلبن أو طواجن الرز بلبن. لما تحبي تعملي أي وصفة حلويات لأولادك، بنحب ندور على الوصفات القيمة اللي فيها قيمة غذائية عالية، والرز بلبن من أجمل الوصفات دي وأسهلها، وطعمها كمان بيكون في منتهى الجمال، وتكلفتها يعتبر على قد الإيد. هنجهز كده مع بعض. معايا كوبايتين من الرز مغسولين ومنقوعين لمدة نص ساعة. بعد كده هحطهم على النار في مية يغلوا لحد لما يستووا ويوصلوا درجة التسوية اللي انت شايفاها معايا دي. معايا كوبايتين الرز بلبن. الرز هيحتاجوا معايا تقريبا من 2 كيلو ل 2 كيلو الا ربع من اللبن الحليب، على حسب الرز ما هياخد معاكي. معايا اضافات حلوه جدا لازم هتضيفيها على الرز بلبن عشان تديك الطعم المميز اللي بتاكليه بره، واطعم واحلى كمان من اللي بتاكليه بره. هتلاقي الطعم مختلف جدا ومميز. معايا معلقتين من النشا، معلقتين من الدقيق، معلقتين من الباستر كريم، معايا كمان معلقتين من اللبن البودر. وببدأ ان انا اقلب معايا الخليط البودر ده كله مع بعضه. معايا كوباية من السكر ده على حسب الرغبة، على حسب ما انت حابة. كوباية السكر معايا على الاتنين كيلو من الحليب، على الكوبايتين من الرز. قوام طعم السكر معايا حلو ومظبوط. لو حابة السكر يزيد شوية تقدري تزودي عادي براحتك، مش حابة خلاص هو كده مقداره مظبوط جدا معايا. بعد لما الرز بيستوي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه، بطفي عليه كده لمدة دقيقتين تلاتة لحد لما احس ان هو كله شرب المية بتاعته. بعد كده ببدأ اشغل النار عليه تاني، واحط معايا اللبن الحليب عليه. بقلب فيه وايدي على طول في الرز بلبن، ما بسيبوش عشان ما يلسعش مني ويلزق معايا في الحله. ببدا بعد كده بعد ما بضيف اللبن على الرز وبيبدا اللبن معايا يسخن يقرب على الغليان، ببدا انزل معايا بالاضافات اللي احنا قلناها مع بعض. بكون مدوباها معايا في شويه كده من اللبن، وبعد كده بضيفها وبقلبها معايا، وبضيف معايا السكر، وبقلب معايا الخليط بتاع الرز بلبن ده زي ما انتوا شايفين كده، وايدي فيه لحد لما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. الرز بلبن يا جماعة من الوصفات الحلوة والسهلة، لكن لها تركات اساسية بتدي طعم مختلف ومميز من كل واحد بيعمل رز بلبن عن التاني. فلازم تمشي معايا بالخطوات بالظبط عشان تاخدي نتيجة مظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده الرز بلبن بيغلي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا هستنى عليه كمان يغلي شوية بسيطة لحد لما يلف معايا. مش عايزاه يكون تقيل وهو لسه على النار، لان هو لما هطفي عليه وهبدأ ان انا اغرفه معايا في الاطباق بيكون طبعا بيتقل معايا وبيكون سمكه تقيل. فمن الافضل ان هو يطلع معاكي جوس شوية وخفيف شوية، ما يكونش لافف وتقيل قوي قبل ما تحطيه في الاطباق. زي ما انتم شايفين بقلب معايا لحد لما بيغلي معايا كويس. بضيف معايا شوية كده من الفانيليا بعد ما بطفي معايا على الرز بلبن، وبسيبه معايا يهدى بس دقيقتين، وببدأ ان انا اصبه معايا في الاطباق. الرز بلبن فيه اضافات حلوه لازم تضيفيها على طواجن الرز بلبن عشان تديكي اللمعه واللون الموحد اللي بيكون على طاجن الرز بلبن، والريحه اللي بتشميها كده في المحلات. هنبدأ ان احنا نصب معانا الرز في الطواجن بالشكل اللي انتوا شايفينه. تقدري تعمليها اطباق عادية سادة، تحط عليها مكسرات وتحطها في التلاجة عادي، وتقدري ان انت تعمليها طواجن. انا عملت الشكلين بنفس الطريقة، طريقة سهلة جدا. هبدأ ان انا اصب معايا طواجن الرز بلبن زي ما انتوا شايفين. قوام الرز معايا مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني القوام معايا وسط. كل ما كان القوام معاكي مظبوط كل ما هتاخدي طعم حلو من الرز. ما بحبش الرز يكون تقيل ويابس كده وانت بتاكليه، لازم يكون في سنة جوسي كده علشان تحسي ان انت بتاكلي حاجة حلوة كده وطعمها مميز، ويعني ما تزهقيش منه. زي ما انتم شايفين هنضيف بقى اضافة حلوة جدا على طواجن الرز بلبن علشان تخلي معاك الرز بلبن كده طعمه مميز ومختلف. معايا معلقتين من قشطة وش اللبن او القشطة البلد العادية. ببدأ ان انا ادوبهم معايا كده في شوية بسيطة من الحليب، وابدأ ان انا احطهم على وش طواجن الرز بلبن، وببدأ ان انا افردهم معايا على الوش علشان كل الوش ياخد معايا من القشطة زي ما انتوا شايفين. اضافة كمان حلوة جدا ومميزة عشان توحد معاكي اللون وتدي الريحة الحلوة اللي انت بتشميها دي. معايا كده شوية من السكر البودرة، ببدأ ان انا ارشهم رشة بسيطة كده على وش طواجن الرز بلبن. وبعد كده بدخلها معايا الفرن، يعني
بشغل الشواية، مش بشغل النار من تحت، بشغل الشواية تاخد وش بس سريع لمدة 10 دقايق كده، لحد لما الوش كله يكون شكله واحد زي ما انتوا شايفين. بيكون طعمها حلو وريحتها في منتهى الجمال. بتمنى تجربوها بالطريقة دي وان شاء الله تدعولي. بتمنى لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. مستنية تعليقاتكم ومستنية كمان طلباتكم، لو حابين اي وصفة نعملها يا ريت تكتبولي تحت في الكومنتات، وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.